هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ انا أنفيليا واهلا بيكم في اليوتيوب شانل بتاعتي. النهاردة الفيديو هيتكلم على ازاي اعمل حمام كريم بطريقة سهلة وبالطريقة الصح عشان تديني النتائج الصح اللي انا عايزاها. النهاردة كمان هوريكم ازاي تعملوا ستايلينج سريع، وازاي نعمل ديفيوزنج صح علشان برضو اوصل للكيرلز اللي انا عايزاها واللي شكلها يكون حلو في الاخر، وما بقاش محبطه ان بعد كل المجهود ده ما لقيتش الكيرلز اللي انا عايزاها. لو اول مره تشوفوني ومهتمين بالشعر الكيرلي او مهتمين بالعنايه بالشعر عامه، اعملوا سبسكرايب للشانل ودوسوا على الجرس عشان دايما يوصل لكم احسن فيديوز واجدد الفيديوز عن ازاي تهتمي بشعرك. طبعا يا جماعه لازم اكون غاسله شعري بالشامبو قبل ما احط الماسك على شعري. لازم تكون فروه راسي نظيفه. وببتدي اسلك شعري بمشط سنونه واسعه، لان المشط سنونه واسعة ما بيقطعش الشعر زي المشط اللي سنونه ضيقة. بقسم شعري طبعا، ببتدي حتة حتة احط عليها الماسك. انا في الفيديو ده استخدمت ماسك كيرلز بلوبيري بليس، ده للشعر منخفض المسامية. ببتدي احط الماسك زي ما انتوا شايفين كده على شعري، وبعدين بسلكه بالمشط علشان اتأكد ان الماسك اتوزع على شعري كويس. وبعدين باخد الحتة اللي فوق ببتدي برضو احط عليها الماسك. أهمية حمام الكريم إن هو بيحافظ على ترطيب الشعر. فدايما تلاقي شعرك ناعم وبيلمع. وخصوصا كمان للشعر المجعد، فدايما الشعر المجعد بيبقى محتاج ترطيب أكتر، لأنه بيتعرض لتكسير ونشفان جامد. فعشان كده الماسك كل أسبوع من الأساسيات اللي انتي محتاجاها في الروتين بتاعك عشان تحافظي دايما على شكل الكيرلز وشكل وترطيب شعرك. بكده اكون خلصت، حطيت الماوس كله على شعري وبلمه، وبعدين بحط بلاستيك بونيه كده، وبعدين بحط عليه الهيت كاب. الهيت كاب دي بتتسخن في الميكروويف لمدة دقيقتين، بحطها على الشعر وبسيبها نص ساعة علشان تفتح مسام الشعر واستفيد من الماسك. بعد ما بخلص بفك شعري عادي وببتدي اغسله. بعد كده هنبتدي في الستايلينج. هاخد الليفن حتة صغيرة وامسك حتة بس من شعري، مش هحطه على شعري كله، هحطه على حتة بس بحيث ان انا ارطبه. وبعدين هستخدم جل برضو حتة صغيرة قوي. انا استخدمت كيرلز بلوبيري جل وليفن، ده برضو للمسامير المنخفضة، وممكن المسامير المتوسطة كمان تستخدمه. وزي ما انتوا شايفين ببتدي ألفلف كل خصلة كده يعني بسرعة على صباعي. مش فينجر كويلينج، بس حاجة كده ايه، يدوب بس بلفها على صباعي عشان تاخد شيب، لان دي بتدي في الاخر شيب حلو قوي بعد ما بينشف.
بعد ما بخلص بعمل حاجة اسمها سكرانشنج اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين بحط فوطة مايكرو فايبر على شعري. الفوطة دي انا جايباها من The Hair Addict. بستخدمها علشان تخلي المنتج يمسك في الشعر. الفوطة بسيبها 5 دقايق. الحركة دي اسمها بلوبينج. بعد كده ببتدي في مرحلة الديفيوزنج. انا بحب انشف بالديفيوزر من فوق الاول، انشف الجذور وبعدين امسك الاطراف. لان لما بنشف الاطراف الاول الجذور بتفضل مبلولة فبتبقى صعبة في الاخر. فعلشان كده ببتدي بالجذور، وزي ما انتوا شايفين دلوقتي انا كده ابتديت في الاطراف، وببتدي اخد قسم قسم في شعري واستنى عليه اعد ال10. لان انا ما بحبش اركز الحرارة كلها على منطقة واحدة لفترة طويلة. زي ما انتوا شايفين كده ده شعري بعد ما نشف هعمله فلافينج. الحركة دي ان انا بدخل ايدي جوه كده وفلاف، بيفك الكيرلز من بعضها، وبعدين افك الكيرلز التخينة واحدة واحدة كده بصباعي. ممكن كمان احط مثلا نقطة زيت في ايدي عشان لما اجي افك الكيرلز يعني ما تتفكش وما يبقاش فيها فريز. اهم حاجة يا جماعة وانتوا بتفكوا الكيرلز تبقوا متأكدين ان شعركم نشف 100%، لان لو مش ناشف هيعمل فريز وهيشان. اخر خطوة ان انا بجيب يا اما مشط سنون واسعة وابتدي اطلع، بدخله كده في شعري ناحية الجذور وبعدين ارفعه لفوق، يا اما هير بيك زي ما انتوا شايفين كده، لان دي بتعمل فوليوم حلو جدا وبتفرق جدا في المنظر الاخير. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا دايما اجدد الفيديوز وتدوسوا على الجرس. انا اتمنى تكون فعلا الفيديو عجبكم وكان مفيد ليكم، وان شاء الله استنوا كل يوم جمعة فيديو جديد.